حاجات لطيفة جدا، الحاجات الدينية خصوصا، لدرجة إن مرة هم كانوا بيقولوا يا رسول الله خذ بيدي، فأنا انفعلت وقمت قلت معاه، قلت يا رسول الله خذ بيدي وأغثنا وأدركنا وأجرنا يا رسول الله، بشكل إني أنا كنت منفعلة، وده طبعا أنا بقوله لحالة في نفسي. للأسف إن الكاميرات ما سجلتش الانفعال ده والابتهالات اللي حضرتك قلتيها في الحفلات دي. لا احنا كنا عايزين نسجلها زي ما قلتيها في الابتهالات. كم حضرتك عملتي الجولة في بلاد المغرب؟ باستمرار بتخلصي الحفلات وبترجعي على طول. عملتي الجولة دي ليه؟ أنا الجولة دي الحقيقة أنا في أول حفلة في آخر الحفلة ورحت الأوتيل، زارتني وتكرمت علي الأميرة آمنة وهي شقيقة الملك الراحل محمد الخامس في الأوتيل، ودعتني إلى زيارتها في مكناس، فطبعا لبيت دعوتها. أما مدينة فاس وزير السياحة طلب مني إني يعني أعمل جولة في فاس بعد مكناس، وشفت فيها حاجات الحقيقة عظيمة جدا. في فاس؟ في مكناس شفت فن المعماري في قصر الملكي القديم، حاجة يعني رائعة، وأظنك أنت شفتيه. يعني حاجة يعني عجيبة، وحاجة الحقيقة يعني رائعة من جميع الوجوه، وأظن يعني إنك أنت خدتوها بالتلفزيون ولازم توريها كمان للناس. ده ضروري. طب في فاس؟ وفي فاس أيضا شفت حاجات كتير جدا، وإن الشعب المغربي أصلا شوفي كان قبل ما نوصل للبلد ب20 كيلو بيكونوا الناس قاعدين منتظريننا، باشا المدينة والأعيان، والحقيقة أنا يعني أثرت فيا يعني المقابلات دي جدا، وخلتني يعني مش عارفة يعني أعمل إيه، يعني مش عارفة أعبر بالكلمات عن مبلغ شعوري بعواطف الناس.